انا وانت عارفين ان مفيش فرقه بتكسب دايما، ده حاجه احنا متفقين عليها. مفيش فرقه كل ماتش بتنزل تلطش لاي فرقه في افريقيا وخلاص بتكسب كل الماتشات وما بتخسرش، مش حاجه اسمها كده. فانت النهارده عارف المشكله اصلا الاوحش من الخساره، الاوحش من ان انت تخسر، ان انت تحاول تلاقي مبررات باي شكل لخسارتك، وان انت تبقى نازل ماتش عندك تكبر، عندك كبرياء، عندك شايف ان انت نازل 3-4. لا يا عم ده ماتش يا عم، احنا تهزر يا عم ولا مش عارف. نازل تحس ان انت اللعيبه متصدره ان هي ضامنه الماتش، ودي اسوأ حاجه في اي فرقه عموما، بس خصوصا في الاهلي. الاهلي اي ماتش بيبقى نازل عامل في حسابه ان هو خلاص كسبان قبل ما يلعب بيخسر. ده قانون الاهلي لما بينزل عنده تكبر او عنده كبر وشايف ان هو ضامن الماتش بيخسر. بتصطدم بفرقه محترمه جدا، فرقه اتحاد العاصمه بتلعبك كوره، كورتها الجماليه مش احسن حاجه، لكنها فرقه قويه، فرقه بتعرف تدافع كويس جدا، فرقه بتعرف تضغطك من قدام كمان، لما بتعوز تلعب كوره بتعرف تروح وبتعرف ان هي تسجل وبتعرف تضيع، لان ضيعوا برضو فرص كتير، خد بالك ما كانش يعني ايه، مش هي ضربه الجزاء كده وخلاص. لكن النهارده انا حابب اقول اي واحد جزائري بتتفرج على الفيديو او هتتفرج عليه في المستقبل في اي وقت من اوقات هذا العالم او هذه الحياه، فانت مبروك لفرقتك، عملت ماتش كويس، عرفت تكسب كوره، عرفت انك تكسب جوه الملعب، ما كلمتش، مفيش بقى التصريحات الغريبه اللي هي قبل الماتش اللي يقول لك نحن لا نخاف، نحن سندشمل ونكسر وندغدغ ونفعص ومش عارف ايه. لا، انت نزلت كسبت في الملعب. فده بالنسبه للجزء الجزائري، لان احنا مش هنتطرق له كتير جوه الحلقه، احنا هنتكلم عن القرف اللي كان بيحصل من الاهلي خصوصا في الشوط الثاني. شوط اول، خلينا نبدا بالشوط الاول. الشوط الاول انت بتلعب ماتش كويس، انت بادئ ضيعت كذا فرصه، ضيعت فرصتين ثلاثه، لكن برضو انت الفرقه اللي قصادك هي بتضيع، فالماتش رايح جاي، الماتش رايح جاي، انت بس الكوره بشكل اكبر شويه، فرصك ممكن تكون اخطر، لكن على الناحيه الثانيه فرصتين ثلاثه كان ممكن يخلوك 2-0. لكن بتنزل في الشوط الاول بتجيب جون من كهربا، جون بيتلغي، جون فيه وعليه، جون غريب، جون صعب جدا، لان في نفس الوقت الحارس بيحط ايده على الكوره، كهربا دخل شاطها، فهو جون صعب جدا على اي حكم. لكن فرقه اتحاد العاصمه بتعرف تقفل ورا، بتعرف ان هي تخليك مش قادر تتنفس، بتجيلك فرصتين لكن بتضيعهم، وبتيجي الدقيقه 40 اللي بيعرف فيها انه يخطف منك بلين، خصوصا مروان عطيه اللي كمجمل ال 60 70 دقيقه اللي لعبهم ما كانش سيء، لكن ضربه الجزاء دي صراحه ضربه جزاء غبيه. يعني هو داخل تدخل من غير حسبان، هو خلاص لعيب العاصمه زقها قدامه، خلاص الكره طلعت بالكدر، انت بتخش تشنكله، بتقول له احلى مسا عليك يا باشا، خد بلن، بيحط فيك هدف اول في الدقيقه 40، والجون اللي بيلخبطك، اللي بيخليك مرتبك، عندك بقى انك خلاص دخل فيك جون اخر 5 دقايق، جون بيبقى دمه تقيل جدا، جون بيخليك ان انت عايز تلحق نفسك في ال5 دقايق دول، وعايز ان انت ما تخشش اوض خلع الملابس وانت خسران، لكن بتفضل اول 5 دقايق دول فعلا بتحاول، وفعلا بيبقى ليك شك، وبتبقى ممكن انك ترجع فعلا، لكن برضه بتضيع. وبرضه بعيدا بقى عن احداث الماتش، انا سامع بقى ايه السوشيال ميديا شغال عين يقولوا لك ايه، امام عاشور العميل 101، امام عاشور العميل 6223 جنيه، العميل امام عاشور اللي احنا مديهولكوا اصلا عشان يخرب لكم الفرقه، ده احنا اللي سايبينه، ده هديتنا ليك يا اهلي، مش عارف ايه الكلام ده كله هكس، وكله هكس في الملبس. اصلا امام عاشور ما كانش احسن حاجه النهارده، لكنه ما كانش بالسوء ده، كل مشكلته كانت بدنيا باين ان هو مش فايق، وده اللي انا بعيب فيه على المدرب، ان انت بتلعب 2 لعيبه، رضا سليم وامام عاشور، اول ماتش ليهم مع الفرقه، بتلعبهم بتديهم في ماتش وبطوله قاريه، فانت بتحط عليهم حمل كبير، ومش بلغه الكوره كده ممكن تكون بتحرقهم، خصوصا لما يطلع كل الكلام ده، فهو كلام اكيد بيوصل للاعب. لكن النهارده امام عاشور في كذا كوره انت تبص عليه اصلا تحس ان هو واقع فعلا بدني، لا هو واقع فعلا ان امام عاشور واقع كذا كوره، حتى في كوره صلاح محسن بعد ما نزل اللي هنتكلم عليه، كابتن صلاح محسن، رونالدو هنتكلم عليه بس قدام شويه، كابتن صلاح محسن بيمشيله بكعبه، امام عاشور لو هو فت كان هياخدها في سكته ويروح، لكن هو تحسه لبس اكياس رمل في رجله، وقف، ما تفهمش وقف ليه. كذا كوره برضو اللعيبه بتبقى رايحه عليه، هو مش قادر يضغط،
تحس ان الكلام ده بالدقيقه 20. يعني في مشكله اصلا، في مشكله ان هو ما ينفعش، ما كانش المفروض اصلا انه يبدا اساسي. على الناحيه الثانيه رضا سليم، رضا سليم اللي بيقدم ماتش ممكن يكون 6.5 من 10، ممكن 7 بالكتير قوي، لكن هو النهارده يبان عليه ان هو لعيب عنده امكانيات عظيمه جدا، لعيب سريع، لكن ضيع فرصه النهارده دي كانت تخليك 1-0 وتبقى كسبان 1-0، حتى لو دخلت فيك البيلين كانت تبقى 1-1. لكنه كمجمل هو الوحيد اللي كان بيسند مع كهربا، اللي هو كان احسن واحد من نص الملعب للهجوم، هو احسن واحد هو وديانج. بالنسبه لكهربا، كهربا اللي انا لو عرفت احط لك صور هحط لك، ما عرفتش بقى ما تزعلش يا عمنا. فكهربا كان بيحاول دايما ان هو يأدي مهاجم رقم 9، يعني في كذا كوره كذا لقطه في الماتش هو بينزل بيحاول يبقى محطه، بيحاول يستلم ويطلع الوينجات، بيحاول يأدي مهمات الرقم 9. بتشوف حواليه خمسه حوالين كهربا، اكيد مش هيعمل حاجه لوحده، مفيش حد بيطلع يسند معاه اصلا. الكره الوحيده اللي حد سند معاه وساعدوه هي كره رضا سليم 1 2 كهربا بيقع ما بتتحسبش، رضا سليم بيكمل وبيضيع. فكهربا النهارده هو كان احسن واحد، وسبب تبديله الوحيد اللي هو التبديل العجيب اللي كل الناس ايه ده انت بتخرج كهربا وتنزل ياسر ابراهيم، لكن هو بسبب انه شحر خلاص، هو ما عادش قادر خلاص، كهربا مفيش، كهربا خلاص حرفيا الفولت فصل، لا حرفيا بجد. وامام عاشور اللي برضه بيخرج، وانا اشوف ان هو كان يخرج قبل مروان عطيه اللي بالمناسبه ما كانتش سيئه قوي، لكن هي لقطه البلن وبعديها تحسه خرج من الماتش بقى، اللي هو خلاص ما عادش معانا في الماتش. فبيخرج الاثنين، بينزل بقى قفشه على صلاح محسن، على ياسر ابراهيم، على بيرسي تاو، وبيقعد يلعب في التشكيله وينزل لعيبه خلاص، هو خلاص يلعب الكل في الكل، احنا خلاص ما قدامناش حاجه. والتبديل انا هفهمك ببساطه يا عزيزي المشاهد، هو خرج كهربا ونزل ياسر ابراهيم عشان محمد عبد المنعم بيلعب مهاجم. هتقول لي يلعب مهاجم ليه؟ هو عشان كان بيلعب لا، هو عشان بيلعب براسه، فهو كان عايز بقى معلول يرفع ومحمد عبد المنعم يحط واحده، معلول يرفع محمد عبد المنعم يسند واحده، معلول يرفع تفوت من عبد المنعم عادي جدا، في كذا كوره فاتت منه، لكن في كوره فعلا فاول بيتلعب عبد المنعم بيسندها، لو سندها لبره شويه كابتن طاهر محمد طاهر كان هيحط جون. اللي بالمناسبه كابتن طاهر وكابتن صلاح محسن، ممكن كابتن طاهر ما كانش وحش، يعني هو كان عادي، في كوره فاتت منه نرفزتني جدا، والدبل كيك دي كانت بجد كارثيه اللي هو حاول يعملها دي، دول كورتين خلوني اشوف ان هو كان يعني سيء. لكن كابتن صلاح محسن اللي هو نازل يزعق، كابتن صلاح محسن نازل يتخانق، اللي هو عارف انت الفيديو اللي بيقول لك ولا كالا انا خناقه يابا، انت الفيديو ده اللي هو بيقول لك ايه ده خناقه، وهو نازل يتخانق، نازل يزعق، نازل يلطش وخلاص. ما لكن العب يا عم كوره يا عم، خد انذار في 10 دقايق لعبهم. فهو الصراحه كان انا مش فاهم صلاح محسن ما كانش كويس بالمره النهارده ليه كاداء. والحاجه الوحيده اللي انت كانت ممكن تقول انك ممكن ترجع هو الشخصيه، ان انت عارف ان الاهلي ممكن يكون زي الزفت ويحط جون ويرجع عادي جدا. لكن الحكم اللي بالمناسبه الحكم ما كانش وحش، الحكم ما كانش بهذا الرداءه والسوء، لا الحكم كان جيد. بالمناسبه ان هو اول ماتش يلعبه اصلا او يحكمه في افريقيا كبطوله قاريه يعني، فهو قدم ماتش جيد، قدم ماتش متوسط، ما قدمش ماتش سيء. ضربه الجزاء بتاعه اتحاد العاصمه هي بيلين، ضربه الجزاء بتاعه رضا سليم مش بيلين، رضا سليم زود فيها. بتاع الكهرباء ممكن تتحسب الجون، اقول لك ان هو بالنسبه لي انا اشوف ان هو جون، خصوصا ان الكهرباء دخل كمل فيها، لكن هو جون صعب، هو جون صعب. اللي يقول لك ده جون واللي يقول لك ده مش جون، فيكتور جوميز طلع قال ده جون، فهو جون حاله مش يعني ايه مش مسلم بيها، حاله يعني ايه كحاله، فهي حاله صعبه. لكن الاهلي بيكمل شوط تاني سيء، ما فيش فرص. انت الاهلي الشوط التاني ماسك كوره بدون هدف، ومدرب اتحاد العاصمه اللي نسقف له على ماتش محترم جدا نزل يلعب لعب تكتيكي. انا بلعبك، بص انا مش هتكلم قبل الماتش، ما بيعملش تصريحات، ما بيقولش انا ساكسر وادغدغ وادشمل، لا هو نازل يلعبك كوره، نازل يلعب كوره، نازل يوريك ان هو فرقه كويسه، عندها لعيبه كويسه، عندها امكانيات متوسطه مش الجامده، لكن فرقه بتعرف عندها تكتيك. في واحد بره ممشي الدنيا عارف هو بيعمل ايه، بيقسم الماتش. اول الماتش هو بيضغط من قدام، هو بيضيع، هو بيحاول، بتجيله بيلن بيحطها جون، لكن بعديها بيدافع، لكن مش الدفاع اللي هو راصص لك ال10 او راصص لك ال10 لعيبه قدام الجون وخلاص، لا هو بيضغط من قدام
وبيستناك كذا كوره. لو في تلاقي 2 لعيبه داخلين يضغطوا على النادي الاهلي لحد اخر تلت ساعه، خلاص هو هيقف ورا، خلاص ما هو اخر لسه تلت ساعه وياخد الكاس، اكيد مش هيهاجمك ويلعب يفتح لك الجيب مثلا. لكن تبديلاته كمان تبديلات كويسه جدا، بيعرف يلعبك صح. على الناحيه الثانيه كولر بيقدم ماتش مش من احسن ماتشاته، ممكن يكون من اسوأ ماتشاته اللي انا شفتها له الحقيقه. الاهلي تكتيكيا جوه الملعب الاتحاد العاصمه كان واكله، اتحاد العاصمه كان واكل الاهلي تكتيكيا من الجانب الخططي. الاهلي ضيع فرص اكتر، لكنه ضيع فرص اكتر لانه مسك كرة اكتر، لانه دخل فيه جون اصلا في الشوط الاول. فهم سايبين لك الكرة اعمل بيها اللي انت عايزه، واحنا برضو مش هنسيبها لك ونريحك، لا احنا بنحط لك 2 3 لعيبه بيخنقوا عليك في عمليه بناء اللعب، جايز يخطفوا كوره يروحوا زي الانفرادين اللي راحوا بيهم في الشوط الثاني وضيعوهم. والثلاثه اللي ليهم الثناء والتقدير بس طول الماتش كابتن محمود كهربا، كابتن محمد عبد المنعم المدافع الذكي جدا، وكابتن محمد الشناوي. غير كده ما اشوفش ان في حد الصراحه كان مقدم اداء يعني كويس جدا في الماتش بالنسبه للنادي الاهلي. وبتنتهي المباراه وبيقدر انه يخطف منك اللقب ويكسب السوبر، اللي انت مش هتكسب كل البطولات زي ما قلت لك، فلو ضاعت بطوله مش مشكله، او هي مشكله بالنسبه لنا يعني بس هنحاول نركز بقى على البطولات الجايه. ما تنساش تشترك في القناه وتحط لايك للفيديو عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. سلام.